تعال اقول لك على حاجتين لو عملتهم واستمريت عليهم بنسبه كبيره هيساعدوك ان هم يقللوا من درجه قلقك او ان انت اصلا ما يجيلكش قلق. معكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. اول حاجه وهي طريقه تفكيرك. فكره القلق دايما متغلفه كده بصيغه ايه اللي هيحصل لو، ايه اللي هيحصل لو انت سقطت، طب ايه اللي هيحصل لو انا فشلت في علاقه معينه، ايه اللي هيحصل لو انا ما عرفتش اخش على حاجه جديده، ايه اللي هيحصل لو انا داخل موقف جديد وما نجحتش فيه. لما تجرب كده تعكس الفكره، بدل ما تقول لنفسك ايه اللي هيحصل لو، هتلاقي فكره القلق بتقول لك ايه اللي هيحصل لو سقطت. قول لنفسك ايه اللي هيحصل لو انا ما سقطتش. فكر كده، هتبص تلاقي نفسك بالتدريج بتفكر بطريقه ثانيه. واسال نفسك فعلا يعني هو انا لو سقطت ايه اللي هيحصل، ايه اسوأ حاجه هتحصل، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل. الكون مش هيتدمر حواليا، يعني مش هلاقي الدنيا كلها باظت، مش هلاقيها نهايه العالم ولا حاجه، هلاقي الدنيا بتمشي والناس بتمشي والدنيا عادي. فبالتدريج هتلاقي نفسك بتقول حتى لو كان الاحتمال اللي هيحصل السيء جدا اللي انا كل شويه عماله افكر فيه ومخي عمال يجيبه لي، لو حصل ايه اللي هيحصل يعني، هتبص تلاقي ان الامور عادي وان دي افكار موجوده في مخي انا وبس، ومحدش بيفكر كتير بالطريقه اللي انا بفكر بيها دي غير انا او اي حد تاني عنده قلق زيي. وهلاقي ان الموضوع مش زي ما انا عقلي كده متخيل وعمال بيصور. الحاجه الثانيه وهي ان انا انظم نفسي كويس جدا. حاول تتنفس بهدوء، حاول ان انت تكوني هاديه، احاول على قد ما اقدر ان انا اخلي جسمي ياخد كميه كفايه من الاكسجين، وانتظم على تمارين التنفس الهادي جدا وبالانتظام جدا على التمارين دي. مع الحاجه الاولانيه اللي احنا قلناها على موضوع الافكار، بالتدريج لما يكون ده لايف ستايلي ويكون هو ده نظام حياتي، بالتدريج هلاقي حده القلق بدات ان هي تقل جدا عندي. لو عملت الحاجتين دول او عملتي الحاجتين دول وبرده القلق برده ما قلش، ما تترددوش ولو للحظه ان احنا نلجا لجلسات العلاج النفسي. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.